مساء الخير عليكم جميعا. النهارده ان شاء الله مع بعض هنبدا نصنع الارجر لاين سيروم اللي احنا بنسميه بديل البوتوكس، اللي بيستخدم في جلسات تنظيف البشره وشد البشره، وكمان بتطلعيه افتر كير للعميل بتاعك. تعالي نشوف هنعمله ازاي وايه الطريقه وايه المواد المين انجريدينت عندنا وايه هي الكو انجريدينت اللي احنا هنستخدمها. اول حاجه هنحط البيكر على الميزان ونصفر الميزان بتاعنا، نصفره لان احنا هنستخدم 75 جرام ميه علشان تعملي 100 جرام. يبقى الماء المستخدم هو ماء ايه؟ هو ماء مقطر او مفلتر مضاف له ماده الاديتا. وليه ماده الاديتا؟ لان هي بتعمل استابيليتي للمنتج، وكمان بتخلي الانجريدينت بتاعت التركيبه تقوم بوظيفتها على اكمل وجه. تمام، فانا بستخدم دلوقتي ماء مقطر. خلاص اوكي. طيب المفروض ان المين انجريدينت عندي هي مادة ايه؟ هي مادة الارجر لاين. مادة الارجر لاين هي المين انجريدينت عندي. المادة دي قوية جدا جدا في تقليل ظهور التجاعيد. المادة دي هنستخدم منها لو 100 جرام على الكيلو، فاحنا هنستخدم منها 10 جرام فقط على الكيلو. تمام، وهنقلب كويس جدا. تمام، هنبدأ بعد كده ان احنا نحط بقى كل ما هو مساعد في التركيب. احنا عندنا المين انجريدينت هي مادة الارجر لاين. تمام، وطبعا احنا كنا عاملين محاضرة خاصة جدا بالرينكلز وشرحنا مادة الارجر لاين بقوة، وهي عبارة عن ايه وايه آلية عملها وطريقة استخدامها. بعد كده هبدأ احط النياسيناميد اللي هو فيتامين بي 3. هحط النياسيناميد بنسبة 50 جرام على الكيلو، يعني هحط 5 جرام على 100 جرام. زي ما انتوا شايفين حطينا مادة النياسيناميد وهي ووتر سيلابل، وبدأنا نعمل لها إذابة قوية جدا في المية. موضوع الإذابة ده بنصبر عليه بشكل كبير حتى تمام ذوبان المنتج، يعني بفضل أقلب 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 لحد لما ألاقي بيورنس في المية بتاعتي، اختفى أثر النياسيناميد خلاص. اصبح دلوقتي انا اضفت ايه؟ اضفت الارجر لاين واضفت النياسيناميد. اوكي تمام. طيب ممكن اضيف ايه تاني بعد كده؟ ممكن نشوف ايه انواع المستخلصات اللي بتعمل شد للبشرة. وانا اخترت مستخلص لبان الذكر علشان يعمل لي ليفتنج للبشرة. في مستخلصات كتير جدا تعمل ليفتنج للبشرة، فانا اخترت لبان الذكر. هضيفه برضو الاكستراكت بيكون ووتر سيلابل، فاحنا هنحطه برضو في المية. لو 20 جرام على الكيلو فاحنا هنضيفه بنسبة 2 جرام لل100 جرام. تمام كده احنا اضفنا جرام، فاضل جرام اخر. جرام، وبرضو هفضل اقلب كويس جدا حتى تمام الإذابة. تمام احنا هنا يعتبر في التركيبة دي اضفنا ايه؟ اضفنا الووتر، واضفنا مادة الارجر لاين، واضفنا كمان مستخلص لبان الذكر، واضفنا النياسيناميد. انا بقى عايزة اضيف حاجة اسمها سيراميد علشان يعمل لي ترميم في السكين بارير، في حاجز البشرة.
لو هحط سيراميد بنسبة 10 جرام على الكيلو هحط 1 جرام على 100 جرام. وبرضو السيراميد ووتر سوليبل. تمام. مادة السيراميد المرممة لطبقات البشرة الداخلية والخارجية، صغير الجزيئات، علشان كده هو بيعمل penetration لطبقات البشرة الداخلية ويعمل على ترميمها. تمام. اضفته للسيرم بتاعي. تمام. انا السيرم بتاعي كده ريدي، جاهز، علشان حاجتين. اول حاجه هنحط الماده الحافظه بتاعتنا. تمام. الماده الحافظه بتاعتي اللي هي فينوكسي ايثانول، بحط منها 10 جرام على الكيلو، يعني 1 جرام على 100 جرام. تمام. وابدا اقلب برضو كويس جدا. طيب انا قدامي دلوقتي خطوه مهمه جدا، وهو اختبار القاس الهيدروجيني او pH المنتج علشان يتلائم مع pH السكن. المفروض دلوقتي ان انا اعمل قياس للpH واشوف درجه حمضيه المنتج بتاعي شكلها عامل ازاي علشان اظبطها. تمام. الpH بتاع البشرة لازم يكون من 4 أو من 4.5 ل5.5. فاحنا هناخد قطعة من ورق الpH ونبدأ نعمل. بصوا درجة الحامضية. تمام. لو هنعمل لها اختبار مع ورق الpH هتبقى رقم 9، يعني الكلاين جدا، هيبقى irritated بالنسبة لأنواع بشرة كتير جدا، هيعمل لها irritation وممكن يعمل damage in the skin barrier. فعشان كده احنا دلوقتي المفروض ان احنا نعمل ايه؟ نعمل تعديل للقاس الهيدروجيني عن طريق الستريك اسيد. تمام. محلول ملح الليمون. المفروض ان انا حضرت محلول ملح الليمون واخدت منه some drops وهبدأ اضيفها للفورميوليشن بتاعتي، التركيبة بتاعتي. تمام. انا كده بضيف وهبدأ ان انا اقلب كويس جدا، وهرجع تاني اقيس الpH من اول وجديد، اشوف وصلت لحد فين. تمام. الpH ظبطت جدا، شايفين لون ليموني مع اللون الاخضر المزرق. انا كده ظبطت الpH بتاعتي، فكده اصبح المنتج بتاعي جاهز. طب هو انا هقدمه كده للعميل على شكل ليكويد؟ مستحيل طبعا. هبدأ اجيب ايه دلوقتي؟ هبدأ اجيب الهيالورونيك اسيد 800 دالتون. تمام. وهبدأ اضيفه للبرودكت بتاعي، هو ده اللي هيعمل لي الجل. تمام. هو باودر برضو ووتر سوليبل. تمام. هبدأ اضيف 1 جرام للتركيبة بتاعتي. اضفت 1 جرام. المشكلة عندي بقى ان هو هيديني فيسكوستي بس not today، مش النهاردة. هنبدأ نسيب السيروم لحد تاني يوم الصبح ونغطيه حتى يتم ذوبان الهيالورونيك اسيد الكامل. يعني بكرة صباحا بعد مرور 24 ساعة المفروض ان السيروم يعمل قوام لزج. فاحنا هنسيبه وهنبص عليه تاني يوم، هتلاقي قوام السيروم اصبح لزج وتغير
الفيسكوزيتي تماما من الووتر سيرابل للسيرم تكستشر، ملمس سيرم. وكده انتهى بالنسبة لي سيرم البوتوكس.